مرحبا بكم في تجمع عربي أصيل. هنا تجدون محتوى مميزا ومتنوعا يأخذكم بين الماضي والحاضر، حيث نستعرض أعظم قصص التراث العربي العريق في فيديوهاتنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سيف بن ذي يزن وآخر الحميريين اللي ملكوا في اليمن، وهو اللي أسقط حكم الأحباش واستعان عليهم بالفرس. راح إلى كسرى في بلاد فارس وتوسط له عند كسرى النعمان بن المنذر، وبعدين أرسل كسرى معه 8 سفن، في كل سفينة 100، وكبيرهم وهرس الفارسي. ودارت بينهم وبين الأحابيش معركة قتل فيها مسروق اللي هو ولد أبرهة، واستعاد سيف بن ذي يزن حكم اليمن. وفرحت العرب بهذا النصر لسيف بن ذي يزن، لأنهم كانوا حانقين على الأحابيش بعد حادثة الفيل، لما هم أبرهة مع الأحابيش إنهم يهدمون الكعبة. فلما استعاد سيف بن ذي يزن حكم اليمن جو يهنئونه. من ضمن الوفود العربية اللي قدمت عليه من قبائل العرب كلها وفد قريش، وكبيرهم شيبة. من هو شيبة؟ شيبة جد النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو عبد المطلب، كان سيد مكة، وكان معه ولد عمه أمية بن عبد شمس، وعبد الله بن جدعان، وخويلد بن أسد، وناس من وجوه قريش، من كبار قريش. وصلوا إلى صنعاء وجوا إلى قصر كان يسكن فيه يقيم فيه سيف اسمه غمدان، قصر مكون من 20 طابق. وذكروا حتى أمية بن أبي الصلت ذكر في بعض أشعاره، يقول: هنيئا عليك التاج مرتفعا في رأس غمدان، دارا منك محلالا. استأذنوا عليه فأذن لهم، أذن سيف أنهم يدخلوا. اللي يتحدث عنهم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن أنه يتكلم، فقال له سيف: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك تعرف كيف تنتقي كلامك وعباراتك بلباقة وبأدب وإجلال، تكلم. وبدأ عبد المطلب يتكلم. طبعا عبد المطلب كأني به شايب، عليه مهابة وله وقار وهيبة وجمال، بياض لحية، طول. قال: أيها الملك، اسمع الكلام، إن الله قد أحل لك محلا رفيعا صعبا منيعا شامخا باذخا. شوف الكلام كيف يقول: وأنبتك منبتا طابت أرممته، وأذبت جرثومته، وثبت أصله وبسق فرعه. يقول له: فأنت رأس العرب، وربيعها الذي تخصب به البلاد، والذي له تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد. كلام سيف يناظر في عبد المطلب: وش هالكلام؟ وش هاللباقة؟ يقول: أنت عمود العرب الذي عليه العماد، ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد. آبائك وأسلافك خير سلف، وأنت لنا منهم خير خلف، فلن يخمد من هم سلفه، ولن يهلك من أنت خلفه. يقول: هم مخلدين دام أنك أنت اللي بعدهم. شوف الكلام. قال: وأما حنا يا سيف فنحن أهل حرم الله وسدنة البيت، أشخصنا إليك الذي أبهجك من كشف الكرب الذي قد فدحنا به، افترانا حنا هذا الوفد، جينا نهنئك، نحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة. قال له الملك: من أنت؟ كلامك جميل، وطلتك بهية، ولك مهابة، وكلامك يزاحم بعضه بعضا، الجمال يسابقه في بريق العبارات وجمالها وتنمقها. قال له: أنا عبد المطلب ابن هاشم سيد مكة. قال: ابن هاشم؟ أنت ولد أختنا سلمى بنت عمرو الخزرجية. الخزرج من اليمن؟ قال: نعم. قال: أنت ما مكانك عندك؟ أنت مكانك عندي، تدنو تكون قريب مني. وأقبل عليه يكلمه ورحب باللي معه، وقال لهم كلمات غاية الحفاوة. قال: مرحبا وأهلا، وناقة ورحلة، ومستناخا سهلا، وملكا ربحلا، يعطي عطاء جزلا. قال لهم: سمعت مقالتكم، وعرفت إيش لكم من المكانة والقرابة. يقول: عرفت قرابتكم، وقبلت وسيلتكم، فأنتم أهل الليل والنهار، ولكم الكرامة ما أقمتم، والحباء إذا ضعنتم. يقول: حنا ما ننزلكم أي منزل، انتم لكم معاملة خاصة،
بعد هذا الحفاء وهذا الكلام وهذا الترحاب قاموا راحوا إلى مكان أعده سيف للوفود، ودار الكرامة يسمونها دار الكرامة. بقوا فيها شهر يحاولون يقابلونه ما يؤذن لهم، يبون يرجعون إلى مكة ما قدروا، بقوا شهر. بعد شهر والسيف طبعا مشغول بالاستقبال والوفود اللي تهنئ واللي تستبشر بهذا النصر وهذا الفتح ثم انتبه فأرسل إلى عبد المطلب، قال علي بن عبد المطلب جيبوا لي. فجاء عبد المطلب جلس معه جلسة خاصة، قال يا عبد المطلب إني مفض إليك من سر علمي ما لو يكن غيرك ما خبرت ولا بعت له به، لكني رأيتك معدن لهذا الأمر فأطلعتك طليعة، علمتك خله عندك سر يكون عندك مطوي حتى يأذن الله فيه، فإن الله بالغ أمره. عبد المطلب يسمع الكلام، وش السر هذا اللي اختص بدني به؟ وشو؟ قال سيف يا عبد المطلب أنا أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون اللي ما يطلع عليه إلا حنا يا الملوك، اللي اخترناه لأنفسنا واختصصنا به لأنفسنا دون غيرنا. يقول لقيت خبر عظيم وخطرا جسيما فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة ولرهطك هذول اللي معك كافة وأنت خاصة. هذا الأمر يعنيك بشكل خاص. قال عبد المطلب وهو مذهول قال يا أيها الملك مثلك شر وبر فما هو فداك أهل الوبر زمرا بعد زمر. قال الخبر اللي أنت اختصيتك به يا عبد المطلب إذا ولد بتهامة غلام به علامة بين كتفيه شامة كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. قال عبد المطلب لقد أبت بخير ما آب به وافد، والله لولا هيبتك يا أيها الملك والإجلال لك والإكبار أن أسألك من بشارته اللي يزيدني فرح وسرور. قال سيف يا عبد المطلب هذا حينه الذي ولد فيه، ترى هذا زمان هذا وقته، ولا أنه قد ولد أو قد ولد اسمه محمد يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه، والله باعثه جهارا وجاعل له منا أنصارا يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه. بالله شوف الكلام كيف والبشارات هذه لعبد المطلب. قال يضرب بهم الناس عن عرض ويستبيح بهم كرائم أهل الأرض يكسر الأوثان ويخمد النيران يعبد الرحمن ويدحر الشيطان. قوله فصل وحكمه عدل يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. قال عبد المطلب وهو مذهول من الذي يسمع، قال أيها الملك عز جدك وعلى كعبك ودام ملكك. عبد المطلب ينتقي أجمل العبارات، قال له هل أنت سار لي بإفصاح أوضح لي. قال سيف والبيت ذي الحجب والعلامات على النقب أنك يا عبد المطلب جده غير كذب. فخر عبد المطلب ساجد من هول ما سمع من الذهول. قال له سيف يا عبد المطلب ارفع رأسك فقد ثلج صدرك وعلى أمرك، أنت حسيت شيء من اللي ذكرت لك الكلام هذا والأخبار عن هذا المولود؟ قال عبد المطلب الحين عبد المطلب يفتح صدره يبوح ما في مكنونه. قال يا أيها الملك أنا كان لي ابن وكنت معجبا به أحبه وأقربه وأرحمه اللي هو أبو الرسول عبد الله، كنت عليه رفيقا زوجته كريمة من كرائم قومه آمنة بنت وهب أم الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءت بغلام سميته محمد، قبل ما يولد مات أبوه اللي هو ولدي هذا وكفلته ومعي أمه وعمه. قال بن ذي يزن كان اللي قلت لك مثل ما ذكرت فاحتفظ بولدك، احذر عليه لا تظهر هذا الأمر، احذر على ولدك من اليهود ترى هم أعداء لكن ما يجعل الله لهم عليه سبيل. اللي ذكرتك اطوى حتى عن جماعة هذا الوفد اللي جمعك عندي هنا، فإني لست آمن أن تدخل لهم النفاسة من أن تكون لكم الرياسة فيطلبون له الغوائل، يحسدون يطلبون له الغوائل وينصبون له الحبائل وهم سيفعلون هم ولا أبنائهم إذا ما أدركوهم أولادهم. ثم يقول سيف ولولا أني أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتى أصير بيثرب دار هجرته، فوالله أني لقيت في الكتاب المكنون الناطق
والعلم السابق أن في يثرب استحكام أمره، وفيها أهل نصرته، وفيها يقبر يعني موضع قبره، ولولا أني أقيه الآفات وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنه أمره، ولأوطأت أسنان العرب عقبه، ولكني صارف ذلك إليك من غير تقصير بمن معك. يقول أنا ما أظهر أمره، خليه الآن. وبعدين يعني سيف أمر بأعطيات ب10 أعبد لكل واحد من الوفد، و10 إماء، و100 من الإبل، وحلل من البرود، و5 أرطال من الذهب، و10 أرطال من الفضة، وكروش مملوءة من العنبر. هذه لكل واحد. عبد المطلب أعطاه 10 أضعاف اللي أعطى اللي معه. وقال له يا عبد المطلب، سيف يقول لعبد المطلب، قال إذا حال عليك الحول تعال. لكن ما حال الحول على سيف إلا وقد قتل. فكان عبد المطلب يعني يقول يا معشر قريش، لأنهم قالوا ليش يعطيك أضعاف وأكثر مما أعطانا. يقول يا معشر قريش لا يغبطني رجل منكم، لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك، إنه كثر لي فهذا تروي لا نفعت، ولكن يغبطني الواحد منكم باللي يبقى لي ولعقبي من بعدي ذكره، ويبقى لنا فخره وشرفه. فإذا قيل له يسألون يقولوا متى ذلك؟ فيقول عبد المطلب سيعلم ولو بعد حين. هذا هو عمر الرسول عليه الصلاة والسلام تقريبا سنة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.